اكتشفت كنز، اقسم بالله العلي العظيم كنز. الكلام اللي انا هقوله ده انتوا لو قدرتوا تطبقوه هيغير حياتكم وهيغير مفهومكم تماما عن اي حاجه بتمر في حياتكم. هحكي لك سريع. حصل معايا موقف ان في عندي جهاز كهربائي في البيت بس نزلت صلحته، فكان يا عم الراجل اللي صلحه قال لي كذا فعته. بعدها تاني يوم جهاز كهربائي تاني اكبر من الجهاز الاولاني، حد معدي في البيت عندي كده لمسه. الجهاز ده تقيل مش خفيف، تقيل. لمسه وقع على وشه اتكسر. بدات اسال يا جماعه مين يقدر يصلح الجهاز ده وبتاع، ودخلنا شويه كده في ايه في عمليه بحث على مين يصلح الجهاز ده. بعدها بشويه حاجه عندي في العربيه تاني يوم، بكلمك على يوم التاني التالت بالظبط، حاجه عندي في العربيه باظت. فسالت ناس فقالوا لي ايه يا عم دي القصه بسيطه خالص. فرحت للميكانيكي بقول له في كذا 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 في العربيه باظ. فقال لي ده احنا هنغير قطعه كبيره في العربيه برقم كذا. فالرقم يخض، انا مش عامل حساب عليه، فبس ما عنديش حلول يعني اكيد مش هعطل. فقلت له ماشي صلحه. فكده بقى عندي 2 اجهزه كهربائيه والعربيه. وبالفعل سبت له العربيه الصبح، وجيت بالليل خدت العربيه حسبته وبدات اتحرك. وانا طالع من الشارع بتاع الميكانيكي قسما بالله العلي العظيم انا ما كنتش طلعت من الشارع بتاع الميكانيكي، وانا طالع من الشارع بتاع الميكانيكي فوقفت سنه وخدت منديل، كام منديل من العلبه، قلت ايه لما بس الطاره واظبط الدنيا وبتاع مكان الزيت والشحم وبتاع والكلام ده واتحرك. فانا واقف بلمع، واحد صاحبي قاعد جنبي فلقيته بيقول لي حاسب. انا واقف، انا مش ماشي، انا واقف. فبرفع وشي لقيت في عربيه راجعه بظهرها على عربيتي كده من الجنب، بوظت لي الرفرف بتاع العربيه. فنزلت بصيت على العربيه، قدر الله ما شاء فعل، العربيه مخبوطه والرفرف داخل لجوه، والبويه بتاعت العربيه لسه مرشوشه ما كملتش تقريبا، بنتكلم في شهرين كنت رشاشها كلها. فشاب كده صغير واقف قال لي انا اسف والله انا معاك، لو عايز تروح لسمكري انا معاك، لو عايز تروح لاي حته انا معاك براحتك. انا في صمت تام ما بتكلمش، انا واقف عمال ابص للخبطه وعمال المعها بالمنديل. مش عارف انا بلمع عيني حته فيها المنديل وهي ما شاء الله زي البدر يعني خبطه زي البدر. فوقفت شويه كده بعد كده قلت له لا خلاص امشي، مش عايز حاجه، خلاص ولا يهمك، فداك المهم ان انت كويس. استل الواد بيكلمني وبيقول لي طب اصبر، طب هروح لسمكري وانا عمال اقول له لا، وركبت العربيه ورحت ماشي. بعدها طلعت قعدت في كافيه كده وقعدت افكر وقلت هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ يعني جهاز كهربائي في التاني، العربيه العطل اللي باظ فيها ثم بعد كده بتتخبط. فانا رحت متصل بواحد قلت له لو سمحت الرفرف يكلف كام، وبعت له الصور على البتاع، اعطاني رقم اكبر من تقديري في التصليح بتاعه كسمكره وكرش. قلت بس اصل انا كنت لسه عامل شغلانه حلوه، فقلت ايه ده العين بقى بتاعتها، انا كده اصبت بالحسد. فانا بقى عايز اكتب بوست على الفيسبوك واقول يا جماعه ما تبصوش للموضوع من بره، انتوا ما تعرفوش ايه اللي من جوه، وان انتوا بتاخدوا بالشكليات وبالمظاهر، لكن في حاجات جوه انتوا لا تعلموا عنها شيئا. واتفلسف بقى وان انا ايه يعني ان احنا مصابين بقى بالحسد، فخفوا عينيكم عننا بقى، خفوا بقى انتوا ما تعرفوش حاجه عن اللي حصل يعني. فبعدها بدات اقول ايه هو ايه تاني ممكن يبقى غير الحسد. بدات اقول هو يا اما حسد يا اما بلاش. هو مش ممكن يبقى تطهير، مش ممكن يبقى اختبار، ربنا عز وجل بيختبرك، مش ممكن يبقى محبة بينزل من اللي عليك علشان ما تروحش هناك وانت شيلتك تقيلة. فقعدت افكر وقلت طب تعالى نحسبها كده حسبايه تانية بقى خالص. انا في الفترة دي في خلال ال3 ايام اللي حصلت فيهم هذه الابتلاءات الصغيرة جدا الحمد لله يا رب، انا رزقت من ربنا عز وجل قد ايه. فبدأت اقيم والله ده انا جات لي شغلانة كذا اخدت فيها رزق كذا، وجات لي شغلانة كذا اخدت فيها رزق كذا، وجات لي شغلانة ثالثة اخدت فيها نجاح اكبر من اللي كنت اتخيله، بس هو عز وجل رزقني النجاح ده بكرمه مش بمقدار طلبي، علشان هو خزاينه مليانه ما بتفضاش. وكسبت فيه فلوس كذا.
فقعدت اقول هو احنا لو حسبناها حسبايه ان الواحد ربنا عز وجل قال او خيره ان انت قدامك 10 هتكسب 10 او تكسب 15، لو ال10 كسبتهم كلهم في جيبك وانت باشا معزز مكرم، او تكسب 15 بس هناخد منك 5 تاني، وساعة ما ناخد منك ال5 دول هنشيل من عليك ذنوب ويصبح معاك الايه؟ ال10. هم ال10 اللي ربنا عز وجل هيدوهم لك، بس هنا ربنا بكرمه واعتق عليهم 5 ورجع سحبهم منك تاني علشان تشيل معاهم ذنوب، وهنا ال10 انت خدتهم صافي بس ايه؟ اعمالك زي ما هي وذنوبك زي ما هي وكله زي ما هو، ما اشتلش منه حاجه. حتى اقول الله لا دي 15 كده ربحانه، دي كده كسبانه، ما هو انا كده كده داخل لي 10. لا يا رب اديني ال15 وارجع خد مني ال5 تاني وطهرني بال5 دول، وانا كده كده كسبت ال10. ما انا كده كده ده رزقي عند ربنا عز وجل ال10. وال5 اللي جت دي بتاعت مين؟ ال5 اللي جت دي جت عشان تشيل من عليها ذنوب؟ ال5 اللي جت دي عشان كان الميكانيكي اللي رزقي فيها؟ كانت ال5 اللي جت دي علشان اللي صلح الجهاز الكهربائي الاول كان ليه رزق فيها؟ الجهاز الكهربائي الثاني كان ليه رزق فيها؟ فقلت ايه؟ شوف برضو النفس الوحشه، والله العظيم اقسم بالله. طب وانت مين قال لك ان ال5 قضت اللي ربنا عز وجل شالها؟ قضت اللي انت ابتليت بيه. ما يمكن اللي انت ابتليت بيه زياده شويتين، انت بتتكلم في جهازين وخبطتين في العربيه، فلا يعني ما يمكن ال5 ايه اقل شويه من اللي انت. بعدين قلت تاني يا نفسي، تاني هتقعدي تروضيني على حاجات؟ انت اتعاملي مع الله بادب، اتعاملي مع الله بادب يا محمد يا فرج، اتعامل مع الله بادب. ال10 اصلا اللي متبقيين معاك في جيبك دلوقتي بعد ربنا ما خد ال5 وطهرك بيهم، هم اصلا انت ما كنتش تحلم بيهم. انت نازل من بيتك ما تعرفش انك هترزق ال10، وانما هو بكرمه عز وجل اعطاك ال10. طب نقول ايه؟ يا عم ساعه لما تقول الحمد لله، لئن شكرتم لازيدنكم. فيا رب اللهم لك الحمد ولك الشكر. ورحت قسما بالله العلي العظيم طلعت بره الكافيه وجيت عند الخبطه بتاعت العربيه، شوف انا متحسر قبلها وعمال اصور فيها وابعتها بتاع ابويا وابعتها بتاع السمكان. رحت باصص لها وبصيت لها مبسوط قوي، يعني بصيت لي الخبطه وانا فرحان قوي، اللي هو شفت انت انا ما كنتش عامل حسابك بس ربنا عز وجل عمل لك حساب معايا عشان بسببك يشيل من عني حاجات تاني وحشه ويشيل من عني ذنوب. يا سلام لو كانت في واحده كمان في الجنب التاني تشيل شويه، خلي الليله تبقى خفيفه. قلت الحمد لله يا رب والشكر لله، الله يا رب على نعمك. ده انا مبسوط قوي اصلا. 10 انا فرحان بيهم قوي، والله فرحان بيهم قوي. دول ما جوش شطاره مني، ما جوش عشان انا واد جامد ولا واد ذكي ولا واد بسعى وبجتهد واستاهل، ده جم عشان هو كريم، عشان انا اعبد رب كريم. ودخلت الكافيه تاني قعدت مع جماعه اصحابي، اقسم لكم بالله العلي العظيم هذا حصل. تليفون في وقتها والله، واحد كنت باجل معاه ميعاد ما اعرفوش بيكلمني عايز يقعد معايا، وانا عمال اجل لحد ما كلمني من رقم غريب وقال لي يا استاذ محمد انا عايز اقعد معاك، انت فين وبتاع. قلت له والله معلش انا فعلا ببقى مضغوط طول النهار وبسهر بالليل وبتحرج ارن عليك، بس انا دلوقتي قاعد في الكافيه الفلاني، تعالى لي لو عايز نقعد مع بعض، متاح معاك الوقت ده؟ قال لي اه متاح، يلا بينا تعالى. استنيته ما كملش 10 دقايق وجاي لي قال لي والله انا كنت شغال مع حد في شغلانه معينه وكنا محتاجين حضرتك تعمل لنا 1 2 3 4 5. طلب مني 3 حاجات، انا اخري قوي كنت اتعشم في حاجه، اقسم بالله طلب مني 3 حاجات، ال3 حاجات المقابل بتاعهم ورب العزه اكبر من الابتلاءات اللي جات لي في ال3 اللي فاتوا. انا بقيت قاعد هتجنن، يا الله يا رب ده انت كرمك سابقني، ده انت كرمك سابق، ده انا مش ملاحق يعني، ده انا لسه كنت من 10 دقايق بقول الحمد لله. شوفي كرم ربنا في ساعتها على طول بعد الحمد لله. خد انت مش قلت الحمد لله؟ خد طب هو انا اصلا 10 مكفياني والله العظيم يا رب، والله يا رب ال10 دي تمام بالنسبه لي. لا خد كمان، خدها عشان انت رضيت. فلو جيت سالتني السر في ايه هقول لك ورب العزه السر في الرضا، ان رضيت ربنا يرضى عنك.